السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني واخواتي في كل مكان في الوطن العربي، كل الحب والاحترام والتقدير لحضراتكم. النهارده عندنا موقف من المواقف المثيرة للجدل واللي أثارت جدل لكبار الكتاب والنقاد والسياسيين اللي كمان بيكتبوا في السياسة وعندهم حالة من النقد القوي جدا للمواقف اللي بيقوم بها الدول العربية، خاصة ان موقف اليوم هو موقف يعتبر صعب جدا ولاذع جدا للجميع. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بعض الأخبار اللي قد تكون غير صحيحة وغيرها يكون صحيح، ولكن دايما بيفخموا ويكبروا في المواضيع دي وهم بيتكلموا عنها. جبنا لحضراتكم الحدث بتاع النهاردة في فيديو قصير جدا علشان يهمنا جدا نسمع رأيكم في نهاية الفيديو. ولكن قبل ما نبتدي أتمنى ان احنا ننزل نصلي بينا على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وعطر فمك بذكر الرحمن. لو أول مرة تتابع قناتنا وفيديوهاتنا تقدر حضرتك تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس على زرار الكل عشان يوصلك مننا إشعارات بكل الفيديوهات. ولو اتكرمت علينا الدال على الخير كفاعله، تقدر حضرتك تتكرم علينا بإنك تعمل اللايك وكمان تدوس على زرار المشاركة علشان نوصل لكل حد والمعلومة متوقفش عند حضرتك. بس تعالوا مع بعض نسمع تفاصيل مهمة في فيديو النهاردة. اتفضلوا معايا. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها نهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة يعجبنا مروكي كاين، شفنا مراكا يعني ناس عندهم عقل في راسهم. مراكا على كل حال ما تقدر تخبي علينا والو، حنا شفناكم ما فرحتوا لا بكاس افريقيا لأنه الله غالب. ما نقولوش فضيحة طاكوس خلي عليها فضيحة أخلاقية. صح، الفضيحة اللي صارت في الزلزلة هي اللي ما خلتكمش تفرحوا، لأنه شفتوا الحقيقة اللي كان يكذب فيها عليكم المخزن وزبانيته، أنه مملكة 12 قرن وهاربين على الجزائر، ومنها شفنا المملكة المغربية ما قدرش توفر لا سيارات إسعاف لا مروحيات باش تنقذ الاشخاص. شفنا ناس كيفاه ماتوا وتعفنوا، شفنا ناس كيفاه طولوا 10 ايام 11 يوم هما تحت الانقاض، ما كان اللي سلكها ما كان والو. شفنا غير الكذب تاع المخازنين. بعد الصدمه جات هذيك تاع الطاكوس وجات صوالح بزاف لا يهمنا، ومن بعد جات كاس افريقيا. علاش ما فرحتوش؟ سؤال مطروح. لماذا لم تفرحوا يا المراكا؟ لماذا؟ لانه كانت هذيك هي الحقيقه. لازم تنسحبوا من كاس افريقيا كما قال هذا، لانه بلادكم تحتاج هذيك الاموال باش تبني بلادك، باش تبني هذوك مساكين اللي راهم في الطوب اللي شفناهم اللي كنتوا تكذبوا عليهم وتقولوا لهم مملكه 12 قرن والسياحه. منها بانت الحقيقه لا سياحه لا يحزن، انتم تحوسوا على الدراهم وشعبكم يموت الله يسهل. المهم نروحوا نسمعوا هذا المغربي العاقل، هذا اللي عقله في راسه. صح عقله في راسه. شاهدوا معايا الفيديو خوتي الاخير. خصوصا بعد الزلزال اللي وقع في المغرب. واش ما كانش ممكن ان هاد الفلوس هذه اللي غادي نصرفوها في هذا التنظيم ديال كاس افريقيا 2025 كان ممكن اننا نديوها لهاد المناطق اللي تدمرت بشكل كامل؟ هذا غير تفكير مني انا غير والله غير تفكيرك عين الصواب. صح، العياشي ما يشوفش بهذيك العين، العياشي ما يخممش في خاوته. ما نقولش راه تنظيم ولا ما احسن او لا يعني اعاده الاعمار، لا انا غير كنفكر واش ماشي كان من الافضل اننا نتخلاو على هذا التنظيم هذا ونمشيو يعني هاد الفلوس هادو في عوض ما اننا غادي نخسروها على التنظيم، على هاد التنظيم ديال هاد كاس افريقيا اللي ما غادي نربحوا منه والو، لانه ما فيه لا سياحه ما فيه لا ناس غادي يجيو يتفرجوا في المنتخبات ديالهم لا والو. يعني كتخسر من جيل، كتخسر من جيل. ما فيها باس اذا كانت البلاد يعني هانيه وما فيهاش مشاكل والفلوس موجوده، فيها باس باش تسوق لبلادك، ولكن انت عندك الزلزال، عندك قرى خصها تعاود تبنى كامله. راه ملي كنتكلموا على اعاده الاعمار راه ماشي قريه وحده ولا دوار واحد او لا جامعه واحده، راه اقليم كامل راه ما فيهش بنيه تحتيه، ما فيهش طرقات، ما فيهش بزاف ديال الحوايج. غير المدارس باش تعاود تبنيهم خصك مليارات الدراهم، مليارات الدراهم. هذه العياشي ما يخممش في خاوته، العياشي هايشه. ما كانش من الافضل اننا نوفروا هاد الفلوس هادو اللي غنخسروهم على الكره في كاس افريقيا باش اننا نبنيو هاد الكره ونعاودوا نبنيوهم في اسرع وقت ممكن؟ واش ما كنشوفوش ان هاد الفلوس اللي كتخسر واللي كتخسر على الملاعب اللي تعاودت تبنات من جديد، تعاودت تبنات من جديد وخصها تكون واجده في البدايه ديال 2025، لان كاس افريقيا كتلعب يعني من المفترض انها كتلعب في شهر يناير، يعني باقي لنا عام. يعني خصنا كنشوفوا مثلا الملعب ديال الرباط خصو يتعاود يتبنى كامل. واش ما كانش من الافضل
الافضل اننا مثلا اجلوها 29 مثلا، نتخلوا عليها مثلا نعطيوها لشي دوله اخرى. فعلا بين القجع انه هو المتحكم في الكاف، وانه كيدير ما بغى في الكاف، وانه هو يعني الناهي والامر في الكاف. لا لا مرتشي، مش ناهي والامر، مرتشي. دراهمكم يروحوا باطل مجانا لمن قيادات الكاف. هاك اخويا الدراهم ارضى عليا، هكذا هذه باش تفهموها باللي دراهمكم راهم رايحين. هذا ما كان فساد كروي. عرفنا هذا الشيء هذا، بينا هذا الشيء هذا، ولكن واش ما كتشوفوش ان الجزائر ورطتنا؟ الجزائر كتمستعده انها تقدم الغالي والنفيس باش تفوز بالتنظيم ديال كاس افريقيا. كان عندها هذاك يعني مشروع ديال الدوله، الدوله كامله كتحارب وكتقاتل باش انها تفوز بهذا التنظيم. وحنا غير القجع بوحدو جاب هذا التنظيم هذا بكل سهوله، يعني باكتساح، كل شيء حيد من الطريق. واش كنشوفوا ان هذا كاس افريقيا غادا تفيدنا بالخصوص انها ماشي كاس العالم. يعني كاس افريقيا يعني المنتخبات قليل اللي كيجيو المشجعين ديالهم، يعني ما غنربحوش موراها بزاف، عكس كاس العالم. كاس العالم استثمار مهم جدا، بطوله عالميه العالم كامل كيتفرج فيها، السياح كيجيو من العالم كامل، فيها فلوس، فيها ربح، لا سواء على المدى القريب او على المدى البعيد. وحنا كنعرفوا ان المغرب مقدم الترشيح ديالو لكاس العالم 2030، وانا مع هذا الترشيح هذا خصو يكون، لانه غيطور البلاد. ولكن الترشيح ديال 2030 باقي بعيد، يعني نكونوا سالينا الاعاده ديال الاعمار ديال هاد الناس اللي هما دابا في الزنقه، لانهم دابا في الشوارع وناس ما فحالهمش. يعني اذا ما عاونتهمش الدوله راه ما عندوش كل يعاونهم، يعاونهم العياشي مكربع الراس اللي يقول عاش سيدنا وعاش الطاكوس. هذاك هو اللي يعاودها باش عياشي بالطاكوس ولا تعاونوا. ضروري الدوله تعاون. فعلا كاين الصندوق، ولكن واش سولنا راسنا هذوك الفلوس اللي كاين في الصندوق كافيين؟ واش هذوك كافيين باش يبنيو مثلا دوار واحد او لا قريه وحده او لا؟ حنا كنتكلموا على اقليم كامل واقاليم، ماشي اقليم واحد، يعني مناطق من اقاليم اخرى. هذا غير تفكير مني، ما كنقولش ان هذا التنظيم ديال كاس افريقيا 2025 ماشي مزيان، انا ما كنقولش هذا الشيء، لا، هذا غير تفكير مني. شنو بالكم نتوما؟ ما كرهتش نسمع الاراء ديالكم حتى هذا. والله راه تفكيرك شباب على كل حال، بصح راك زدت عليها تاع لقجاع، وحنا على بالنا بلي لقجاع مرتشي. دراهم المروك كاع مدهم، دراهم الملك تاعكم مدهم كاع الكاف، ارضاو علينا برك. هذه خرطتها تاع الصراحه. لكن السؤال اللي راح نسالوه دروك للفاف تاعنا، الفاف الجزائريه. الفاف ما تكونوش نتوما هو قويدر اللي يقولوا له قويدر الستار. تعرفوه شكون قويدر الستار؟ دوك نقول لكم شكون هم. كي يلقى اي فضيحه، واعوذ بالله انا راني مش تشبه باسم الستار، لا، بالمقصود اللي ياخذ ويعطي في امور مش تاعو. فهمت المعنى ولا لا؟ درك كي تنسحب المغرب ما تحطوش رواحكم نتوما هما صدام، ومن بعد زعما تستضيفوا تلك البطوله. اول واحد راح يكون ضدكم هو انا، وانا على بالي بلي ماكش راح ديروها، انا متاكد بلي ماكش راح ديروها. خلوا درك نشوفوا المروك كيفاش تورطوا فيها توريطه كبيره. والدليل وش هو؟ عدم فرحتكم بهذه الكاس، لانه تاكدتوا انكم في انهيار تام، وهذوك الفلوس لازم يحتاجهم الشعب المغربي ولا الشعب الطيب المغربي اللي راه مسكين راب عليهم تارودانت وهذيك البلايص باش تبنوهم. هذوك هما اللي يستاهلوا هذيك الدراهم. اما ارباح كاس افريقيا ماكش راح تعوضوها بحتى حاجه، لانه الجزائر كان تحكي عليها تقولها 100 مليون دولار، الجزائر تقول لك احبس 100 مليون دولار من 8 ل 9 شويه بترول نجيبها، من 8 ل 9 تاع الصباح، غير شويه خدامه عندنا يحركوا غير شويه يجيبوا لك 100 مليون دولار. راك فاهم؟ غير شويه برك يحركوا غير شويه، ماشي زعما لي زانجينيور كبار، غير خدامه صغار زعما غير اغرس هذاك وجبد البترول. ايوا الغاز ما تحكيش، ايوا الحديد تاع غار جبيلات ما تحكيش، ايوا الفوسفات ما تحكيش، ايوا الذهب، ايوا الحديد، ايوا النحاس، ايوا ما تحكيش كاع. هكذا الجزائر ما تقدر لهاش انت ما عندكش باش تعوض هذاك الشيء، وما عندكش باش تعيش هذوك الناس اللي راهم الاخر في هذيك القرى وراه العالم كامل شافكم يعني. وفضيحه الاخرى تاع الكهوف، ناس تعيش في الكهوف ولا حاجه. في 2023 العالم تطور كثيرا، انه الشعب المغربي في 2023 ما يعرفش باللي راه عنده ناس في هذيك القريه اللي هي قريه تارودانت والقرى اللي مساميها نسيت كيسموهم، انهم يعيشون في كهوف، وقالوا والله ما نعرفوها. يعني نتوما بلادكم قد الباطه تاع الزرامير تحكوا على الجزائر اللي هي قاره ربي يحفظها ان شاء الله. غير لها شوف بلادك كي دايره، ومن بعد ساهل روح للصحراء الغربيه وروح لهذيك، راك فاهم؟
انت بلادك صغيره قد الباطه تاع الزلاميط، ما حوستهاش ورايح تحوست دي الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه. يا ابن عمي عندكم انتم واحد الحلم ولا كارثه كاع. الله غالب، ان شاء الله ربي يرفع عليكم ضرك انتم كيف الزطله بزاف. الحدث الأقوى والأصعب والأقوى يعني والأكبر، لو اتكلمنا دائما عن ذكر اسم دولة الجزائر في أي موضوع بيذكر أو بيكون محل مناقشة على مواقع التواصل الاجتماعي، بيكون الموضوع كبير جدا، ويبدأ النقاد والكتاب السياسيين يتكلموا مرارا وتكرارا على الجزائر، إلى أين أنت ذاهبة اقتصاديا ونهضاتك القوية. بجد يعني كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. دائما وأبدا نكون قلبا وقالبا مع دولة الجزائر، عربيا كانت أو أمازيغية. وفي الوطن العربي نشكر ونحمد الله على أن ربنا سبحانه وتعالى يعني زرع بداخلنا حب واحترام وتقدير لدول أخرى مجاورة. وطبعا أنا أحترم جدا وأعتز بكل دول الوطن العربي، ولكن الجزائر لها مكانة خاصة، بلدنا التاني اللي بنتشرف بيها. شعب الجزائر المحترم الخلوق الصدوق الطيب الجدع الشهم الذي يقدم كل ما عنده من خيرات. بشكركم جدا، نشكركم بالزاف، نبغيكم بالزاف، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.